طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا. علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. علم الشريعة باب فاز داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا. علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا. الحمد لله الذي أكرم هذه الوجوه وهذه الأبصار بالنظر إلى القرآن. الحمد لله الذي أكرمنا بالهجرة في سبيله وتنشئة أولادنا على ما أنشأ الصحابة أولادهم القرآن الكريم. الشيخ عمر مدير الأوقاف جزاه الله عنا كل خير تكلم بكلمات بسيطة قال لهم لهؤلاء الحفظة الذين هم أمل الأمة والذين هم الدم الجديد الذي يسري في عروق أمتنا، هم صغار اليوم كبار غدا، هم أشباب اليوم أسود الغد. قال لهم مهمتكم الصعبة العظيمة قادمة. ذكرني بهذه الكلمات بسالم مولى أبي حذيفة، وما أدراكم ما سالم مولى أبي حذيفة. كان عبدا عند زوجة سالم عند أبي حذيفة بن عتبة بن شيبة الربيعة. كان عبدا يباع ويشترى من أهل فارس لا قيمة له، لكن عندما دخل الإسلام وعندما اشتغل بحفظ القرآن وأصبح من حفاظ القرآن، حتى أن رسول الله سيدنا محمد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام قال: خذوا القرآن عن أربع، وكان من ضمن هؤلاء الأربع سالم مولى أبي حذيفة. سالم عندما هاجر من مكة فارا بدينه من بطش قريش وجاء إلى قباء، وكان في قباء كبار المهاجرين كعمر عملاق هذه الأمة، عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، كان يصلي خلف سالم لأن سالم كان أكثر أخذا للقرآن من عمر رضي الله تعالى عنه. سالم يا شباب كان قرآنا يمشي على الأرض، حتى أنه سمي المجاهد الحافظ، المجاهد القارئ. كان يحب الجهاد في سبيل الله، حتى أنه ما تغيب عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد بدرا فهو بدري، وشهد أحد فهو أحدي، وشهد بني قريظة، وشهد الخندق، وشهد فتح مكة، بل وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، الذين قال الله عز وجل فيهم: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. الله أكبر. سالم غزا كل الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان مع جيش أسامة الذي عقد له الراية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى قاتل المرتدين. سالم قاتلهم قتال أهل القرآن الذين لا
الغنائم قاتلهم وهو يعلم أن قتال الكفار والمرتدين يقربه إلى الله عز وجل ويحفظ به شوكة الإسلام، فما زال من معركة إلى معركة حتى وصل اليمامة ووصل حديقة الموت. تلك المعركة التي يعرفها من قرأ تفاصيلها ويعرف ما أسرق فيها من أرواح وما قتل فيها من أعداء للأمة وما طارت من أرواح أبطال المسلمين إلى الجنات. سالم كان حامل راية المهاجرين يوم اليمامة، فنظر إليه بعض المهاجرين فقالوا: يا سالم، أما تخشى أن نؤتى من قبلك؟ كلمة عظيمة لا تقال لحافظ القرآن يا حافظة القرآن. فقال: بئس حامل القرآن أنا إن أتيت من قبلي. فأخذ الراية بيد وأخذ سيفه بيد وما زال يقاتل عن راية المهاجرين حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله وما زال يدافع عنها حتى قطعت شماله، فأخذها بعقديه. أتعلمون ماذا كان قد صنع سالم؟ كان قد حفر لنفسه حفرة وجعل نفسه فيها حتى لا يفر ولا يرجع، وهو على حاله يلقى الضربات ويحاول أن لا تسقط راية المهاجرين، وفي أنفاسه الأخيرة يسأل عن مولاه أبي حذيفة فقيل له قتل، وسئل عن فلان من المهاجرين أيضا فقيل له قتل، فقال: ادفنوني بينهما. ثم لما شاء أن منيته قد حنت قال: وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم فاضت روحه لينتقل من ضيق الدنيا وعذاباتها إلى سعة رحمة الله. يا شباب، يا من أكرمكم الله بالقرآن فجعله في صدوركم، اجعلوا القرآن لبراس حياتكم ومميزا لكم عن غيركم بأخلاقكم وبجهادكم وبتعلمكم، فأنتم صغار اليوم كبار الغد، وأنتم أهل الله وخاصته. إياكم أن تكونوا من الذين يأخذون القرآن بألسنتهم ولا يستعملوه في قلوبهم وأبدانهم وجوارحهم. كونوا كسالم، كونوا كأبي، كونوا كعبد الله بن مسعود، كونوا كأولئك العظماء الذين حملوا الأمانة فكانوا خير سلف لهذه الأمة وليكن بعدهم خير خلف فيها. ونحن نعلم أن أعداء الأمة يحيطون لنا المؤامرات، وخاصة أهل هذه البلاد يحاط لها والله من المؤامرات ما لو عرض على الجبال لهدها. والله يحاط لنا ولأبنائنا ولكل المسلمين في المحرر من أبناء أعداء الأمة ما علينا أن ندفعه بالسهل بالليل والنهار، بالتكالف والتآلف والتعاضد، وأن نكون يدا واحدة، أن نكون يدا واحدة ضد هؤلاء الذين ينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. أسأله تبارك وتعالى أن يحفظ كفارنا وأن يحفظكم أساتذة وآباء وأحبة، وأن يحفظ لنا الباب وأوقافها ومديرها، وأن
وأن يجعلنا جميعا إخوة متحابين في جلاله، متزاورين في جلاله، متناصرين في جلاله، على منابر من نور يوم القيامة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.